صوت مصر من القاهرة يقدم في طريق النور، تصحبكم فيه إيمان علوي. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج. إخوة الإيمان، النصيحة معلم بارز من معالم الأخوة الإسلامية، وهي من كمال الإيمان وتمام الإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. صدق رسول الله. حول النصيحة وآدابها يسرنا أن نستضيف فضيلة العالم الشيخ أحمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. أهلا بفضل. أهلا أستاذ، أهلا بكم والسادة المستمعين. فضيلة الشيخ، ماذا تقول لنا عن النصيحة؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. ودائما صل على الحبيب قلبك يطيب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لخص النصيحة في كلمتين، والنصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ عدد النبي صلى الله عليه وسلم الأنواع وقال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف تكون النصيحة لله؟ والله هو سؤال كان لسه هسأله الحقيقة. أي نعم. النصيحة لله، النصيحة لا توجه لله سبحانه وتعالى، ولكن هي من الله. والاستنصاح بالنسبة للبشر لله سبحانه وتعالى، الاستنصاح يعني فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: النصيحة لله، بمعنى فعل الأوامر واجتناب النواهي. يعني أنا أنصح الآخرين بما أمر به الله وما نهى عنه الله. قبل أن أنصح الآخرين خذ بال حضرتك أنصح نفسي. ده معنى الحديث. النصيحة لله. أنصح نفسي قبل أن أنصح الآخرين. ابدأ بنفسك. الدين النصيحة لمن يا رسول الله؟ قال: لله. يبقى النصيحة لله أي فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ولرسوله أيضا فعل السنة، تطبيق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب فضيلة الشيخ أحمد الصباغ، عايزة أسأل حضرتك، ما هو الدافع إلى النصيحة؟ الدافع للنصيحة هو أخذ الثواب من الله أولا، رجاء الثواب والرحمة من الله. ثانيا صلاح المجتمع، فلا يصلح المجتمع إلا بالنصيحة. يبقى من ثمار النصيحة الصلاح الأمة، صلاح الأمم بالنصيحة. والنصيحة للصغير والكبير، للمسؤول وغير المسؤول، لنفسي قبل أن تكون للآخرين. طيب احنا قلنا دلوقتي لله ورسوله. بقيت أركان النصيحة بقى أو المنصوحين. ولكتابه يعني القرآن الكريم. كيف تكون النصيحة للقرآن الكريم؟ أيضا هي فعل الأوامر الموجودة في القرآن واجتناب المحارم الموجودة في القرآن. فافعل ولا تفعل، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كان صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على ظهر الأرض. فالقرآن الناطق، القرآن الصامت هو بين دفتي المصحف. القرآن الواقعي أو الناطق هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفك. يعني القرآن والسنة وجهين لعملة واحدة، لا ينفك إحداهما عن الآخر. أدي معنى ولرسوله. ولأئمة المسلمين. ولأئمة المسلمين وعامتهم منهم وإليهم بقى. لأئمة المسلمين يعني الزعماء الرؤساء، ولا يظن ظان لأئمة المسلمين يعني للزعماء والرؤساء والحكماء فقط، لا، والحكام فقط لا. ولأئمة المسلمين أنت على نفسك إمام، أنت في بيتك إمام، أنت في عملك إمام، أنت في مصنعك إمام، أنت كطبيب إمام في الطب. أينما كانت المسؤولية تكون الإمامة. أيوة. أو إن شئت فقولي ضعي الإمامة بين قوسين ونقول الإمامة هي المسؤولية، الرعاية، يعني كل راع، وكلكم مسؤول عن رعيته.
فلا يظن الناس ان لأئمة المسلمين يعني الكبار، اي نعم هي الكبار والصغار وكله، ولكن كلنا ائمة، كل في موقعه، كلنا مسؤولون، كل في موقعه، كل في موطن عمله. فضيلة الشيخ أحمد الصباغ، عايزة أسأل حضرتك، هل أيضا النصيحة واجبة على المسلم للأمور الدنيوية أم فقط في الأمور العبادية؟ في الاثنين معا. يعني الصالح العام لابد وأن ينصح فيه. الناس ظنوا أن الدين هو أمور عبادات فقط، لا، ولكن إذا فتحنا كتب الفقه أو كتب التفاسير نلاقي مثلا عبادات، معاملات، أحوال شخصية، أحكام، ديات وجرائم، كل ده من الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. حتى يعني الكلمة الطيبة صدقة، التبسم في وجه أخيك صدقة. فالدين والدنيا وجهي لعملة واحدة كما قلنا، وسنظل نقول لا صلاح للدنيا بدون دين، ولا يستقيم الدين بدون دنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. طيب فضيلة الشيخ، عايزة أسأل، ماذا يجب أن يكون وراء النصيحة؟ النية التي يبتغيها الناصح للمنصوح. إن شئت فقولي شروط النية بقى، أو شروط النصيحة، أعزكم الله، عفوا. نعم. شروط النصيحة في الناصح، وفي شروط النصيحة في المنصوح أو في المنصوح له. الناصح لابد أن تكون نيته خالصة لله سبحانه وتعالى. ولذلك ادي اول رقم ان يكون في اخلاص، اول نوع من او اول شرط الإخلاص. هل انصحك باخلاص ام انصحك رياء وسمعة؟ ادي رقم واحد. او تعالي، او انا ابين ان انا احسن من اللي قدامي. رقم اثنين في قضية النصيحة الستر. انصحني ولا تفضحني. رقم ثلاثة الا تكون على الملأ، كما يقال النصيحة على الملأ فضيحة. وقال اهل العلم من نصح اخاه فيما بينه وبينه فقد زانه، ومن نصحه على الملأ فقد شانه. وسيدنا الفاروق عمر دائما كان يقول، حتى ورد انه كان يكتب هذه المقولة على باب المكان الذي يحكم فيه المسلمين. كتب على هذا الباب رحم الله امرأ اهدى الي عيوبي. خذي بال حضرتك والسادة المستمعين معانا في موضوع اهدى الي، يعني اعلمني عيوبي كأنها ايه؟ هدية ومنحة. يعني الناس اذا جاءوا لينصحوا الثوب ابيض وفي نقطة سوداء، يتركون هذا البياض كله ويقول لك ما هذه النقطة السوداء؟ يا اخي قل ما اجمل هذا البياض، ما اجمل هذا اللون، ولكن لولا هذه النقطة، لولا هذه، شوفوا انظروا الى هي النظرة الايجابية كيف هو يرى، لا تنظر الى النصف الفارغ من الكف فقط. لا تنسى ان هناك نصف ممتلئ. ولا كمال لأحد بعد الله سبحانه وتعالى، حتى كمال الرسول الذي كمله هو ربه سبحانه وتعالى. يبقى الإخلاص، ألا تكون رياء وسمعة، ألا تكون على العلن، أيوة، الستر، انصحني ولا تفضحني، أن تكون من الكتاب والسنة، مطابقة للكتاب والسنة. تمام. طب الشروط المنصوح له بقى الموجه إليه النصيحة، أيضا عدم التبكيت، يعني ألا يكون يريد الإنقاص من قدر الذي أمامه، ولا يظن ظن أن قضية أن الناصح هم رجال الدين فقط، لا. كل منا ينصح. أنا دائما أقول أوسع النظرة، دائما أقول كل منا ناصح في عمله، كل منا ناصح في موطن عطائه. الطبيب ينصح في طبه، المهندس ينصح في هندسته، المدرس ينصح في التدريس، المشايخ والعلماء ينصحون في الدين. ده من باب زكاة العلم يا مولانا مثلا. نعم، العلم له زكاة العلم التبليغ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آتاه الله علما فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة والعياذ بالله. ومش العلم الشرعي فقط، ليس هو العلم الشرعي فقط، أي علم، علم التخصص أيا كان. العلم الشرعي والأعلى أشرف العلوم. صدقت. نعم. طيب عايز أعرف صفات بقى الناصح، ماذا يجب عليه أن يكون؟ صفات الناصح أن يأمر بالمعروف بمعروف، وأن ينهى عن المنكر بمعروف، ولا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو لا يترتب على النهي عن المنكر أصعب من هذا المنكر. يعني لا يترتب على الشيء الخطأ الذي أراه أخطأ منه، إن ترتب عليه أخطأ منه فأنا مخطئ في هذه النصيحة. ولذلك ربنا قال في القرآن الكريم على لسان أحد الأنبياء وأنا لكم ناصح أمين. ناصح، يبقى من شروط النصيحة أيضا الأمانة. أمين على العيب الذي أنصح فيه مثلا، النقيصة دي، على العيب وفي إبداء النصيحة، لأن ربما أحد الناس يعطيني نصيحة تضيعني، يعطيني نصيحة تذهب بي إلى الهوية. الناصح جهاز إرسال، المنصوح له جهاز استقبال. وما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان ربما لا يتجاوز الأذان. طيب عايزة أعرف أثر النصيحة في التآخي والثقة المتبادلة بين المسلمين. النصيحة في التآخي والثقة المتبادلة للأسف الشديد في هذه الأيام
ربنا سبحانه وتعالى وصف لنا آية غريبة أحب أن أنبه عليه. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم جزاؤه إيه؟ فحسبه جهنم ولبئس المهاد. يعني الصح أنني من أبدى إلي نصيحة فقد أكرمني. أكيد. والدين النصيحة يعني من رأى أنه في موطن نصيحة لفلان أو هي في موطن نصيحة لأختها واجبة، يعني النصيحة واجبة، ولكن واجبة بإيه؟ بأمر بمعروف ونهي عن منكر بمعروف، بالكلمة الطيبة، بالأسلوب الطيب، من باب يسروا ولا تعسروا. سبحان الله. انظر، ولذلك تفاءلوا بالخير تجدوه. وربنا قال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ظن خيرا وجزاء. فخيرا. أي نعم. نعم. طيب عايزة أسأل حضرتك كمان، ما هي العبادات القلبية الناتجة عن النصيحة؟ العبادات القلبية عدم التكبر بالنسبة للناصح. عدم الغرور طبعا. والإخلاص ده رقم واحد، الإخلاص، عدم التكبر، عدم الغرور، عدم التعليق، دي أمراض قلوب. وأيضا على المنصوح له أن ينظف قلبه وأن يكون جهاز لاستقبال القلب جاهز. يمتص كالإسفنجة اللي تمتص الماء. الكبر يفسد النصيحة سواء كان من الناصح أو المنصوح. الكبر متبادل طبعا. التواضع يزيد النصيحة. طيب عايزة أعرف أحيانا الإنسان يتراجع عن النصيحة زي ما حضرتك بتقول كده خوفا من ان المنصوح تأخذه العزة بالاسم. ابحث عن اي طريق لتوصيل هذه النصيحة. بالكلمة، بالاشارة. واضرب لحضرتك مثل وان كان فيه ضعف الا ان المثل جميل جدا من باب الاستئناس. ان سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأان في مرة من المرات وبجوارهم رجل كبير في السن يتوضأ ولكنه يتوضأ خطأ. والحسن والحسين الذي علمهم الوضوء هو جدهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتوضؤون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فرأوا أن وضوء هذا الرجل الذي يتوضأ بجوارهم خاطئ أو لا يتطابق مع وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يوجهون النصيحة لهذا الرجل؟ هذا أبص هذا المثال لكل شاب، لكل فتاة، لكل عربي، لكل مسلم، لكل غير مسلم، لأن ديننا يخاطب الجميع. لكل الناس بصرف النظر عن الدين، عن العرق، عن الجنس. يا من تريد أن تنصح اسمع إلى هذا المثل. طيب هل هم الحسن والحسين يدخلوا لهذا الرجل الذي هو من دور أبيهم يقول هذا خطأ؟ يا سلام. لا تقبل. والله نراها كثيرا في شبابنا وأولادنا من أهل الدين، الفوقية اللي بينصحوا بيها. هل أنت مخطئ وأنا من جيل وأنت من جيل؟ هل هذا كلام؟ لا. اتفقا سويا. انظر الى هذا الادب، ادب نبوي، ادب النصيحة. ما دي اسمها اداب النصيحة طبعا. وبعدين قالوا يا فلان كما يقول يعني يا عم، قال نعم. قال اننا نتشاجر اينا وضوءه افضل من الاخر، من الصح ومن الخطأ. طب هتعملوا ايه؟ قال انت تحكم بيننا، احكم انت بيننا، نتوضأ امامك ثم انت تحكم من الصواب ومن الخطأ. هم سيتوضؤون وضوء من؟ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل نظر الوجه، الرجل، الرأس، المضمضة، الاستنشاق كما يجب. زي ما بيقولوا ايه، زي ما بيقولوا الكتاب بالظبط، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل وصلته الرسالة، خلصوا الوضوء، قال لهما وضوءكما على صواب وانا المخطئ. اشكركم. ده حسن الاستقبال للنصيحة بقى. الاستقبال على قدر اخلاص الناصح. يا سلام. ليتنا نطبق هذا المثل بقى في واقعنا. طبق على نفسي قبل ان اطبق على الاخرين. ولا تنظر الى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب ابدا. طبعا. لا تنظر الى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب ابدا. مشكلتنا اننا نرى العيب عند الاخرين كالعود في اعيننا، ونرى عيوبنا كالقذاة القشة الصغيرة. لما؟ وكلنا بشر وكلنا مخطئون وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طب عايزة أسأل حضرتك عن هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم جبرا لخواطر العجزة والمكاسير والضعفاء الذين تخلفوا عن غزوة تبوك في جيش العسرة. حين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكون ويتباكون ويتمنون أن لو حاربوا مع النبي، أن لو خرجوا معه. فبحث لهم النبي عما يركبون فلم يجد لهم راحلة، يا سلام. وليس معهم سوى أن يشتروا الراحلة. ماذا تفعل يا رصول الله؟ فهم حزانة. فالله جبر خاطرهم وجبر خاطرهم بهذه الآية، ليس على الضعفاء ما عليكم إلا النصيحة. انصحوا بقى. وإذا نصحوا الدرجة التالية للجهاد النصيحة في سبيل الله.
اي نعم. احنا في نهاية اللقاء بنشكر ضيف حلقة اليوم فضيلة الشيخ احمد الصباغ من علماء الازهر الشريف. بارك الله فيكم يا مولانا. وفيكم بارك أستاذتنا الفاضلة، واشكر حضرتك والسادة المستمعين.